يا مساء الخير، ازيكم حبايب قلبي؟ وحشتوني من اخر فيديو نزلناه. عايزه اقول لكم النهارده معانا فيديو هيعجبكم جدا، في اكلات كلنا بنحبها. كلنا في الشتاء بنحب المحشي وبنحب الاكلات بتاعته، وبنحب نعمل الاكل كده ينزل من على البوتاجاز سخن على طول على السفره او الطبليه. هتقولي طب انت عامله كميه المحشي دي، انت عندك عزومه ولا ايه؟ هي عزومه ومش عزومه. هقول لكم يا جماعه ازاي. ولادي بيقولوا لي ايه، هو انت يا ماما ليه عند ما بيجوا ضيوف بتعملي لهم احسن حاجه وبتعملي لهم اكلات حلوه كتير، واحنا ما بتعمليناش؟ اعملي لنا كده عزومه زي ما بتعملي لضيوفك. طب بذمتكم يا جماعه، مش كل الناس على كده ولا انا بس؟ انت مش اول ما بيجي عندك ضيف بتحبي تعملي له احسن ما عندك وتقدموه له ولا ايه؟ عايزه رايكم تقولوا لي صح ولا غلط، ولا انا ست مفتريه ولا ايه؟ المهم ايه، قلت خلاص ماشي هعمل لكم ايه، عزومه. شوفوا انتوا عايزين تاكلوا ايه. قالوا خلاص اعملي لنا شويه محاشي وايه، واعملي ايه الحاجات اللي جنبهم من ذوقك انت. قلت لهم ماشي تمام تمام. طبعا ايه، جبت لهم طبعا اللي بيحبوا، وكل واحد بيحب حاجه. اللي بيحب الفلفل، بيحب البدنجان، بيحب الكوسه، كرنب. قلنا نعمل تشكيله من ايه، من جميع انواع المحاشي. رحنا جبنا حبة فلفل وبدنجان وكوسة والكرنباية الحلوة اللي انتوا شايفينها دي. قورنا البدنجان والكوسة والفلفل وحضرناهم، ودخلنا بقى ايه على التسبيكة بتاعت المحشي. جبنا شوية بصل حلوين كده، حوالي كيلو بصل، فرمناه في الكبة ونزلنا بيه ايه على شوية زيت حلوين. انا البصل بشوحه بس ايه، ما بحمرهوش. عايزه تاكلي تسبيكه حلوه للمحشي ما تحمريش البصل. سيبك من ايه، من تسبيكه زمان وايام زمان. يعني اهالينا زمان كانوا لازم يحمروا البصله عشان خاطر يقولك التسبيكه تبقى حمرا وحلوه. لا، انتي يا دوبك التسبيكه البصله بتاعتك تدبل، تنزلي عليها بالقوطه. القوطه دي حاطه فيها ايه، فلفل الوان، بنجريايه. هو ده اللي بيحمر ايه تسبيكة، وبيديها فوائد برضو حلوة مش وحشة. يعني قولوا معايا، البنجر حديد، كله حديد حلو. وبرضو للفلفل الالوان فيتامين سي، كله ايه فوائد لينا ولولادنا. فاحنا هنجيب القوطة حوالي مثلا 2 كيلو قوطة، ونضربهم في الخلاط، عليهم ايه، قرن فلفل الوان، عليهم بنجريايه، وحطينا في البصلة معلقة توم حلوة كبيرة. بعد كده ايه، ضربنا القطة وحطيناها على البصلة، ونزلنا بالكمون وفلفل اسود وملح. بس دي تسبيكة المحشي اللي انا بعملها، سهلة وبسيطة وما بتاخدش معاكي وقت. هحط عليها رشة بابريكا لو عندك، معلقة صلصة زي ما تحبي. انا ما كانش عندي صلصة، حطيت بابريكا وايه وخلاص كده واستكفيت بيها. تمام تمام. هنسيب ايه التسبيكة بقى تتسبك مع نفسها على نار هادية، وندخل بقى على الأستاذة كرومبا. هنجيب كرومباية وهنسلقها، هنحط المية تغلي فيها معلقة كمون، وهنزل بالكرومبا زي ما هي. انا بشيل الراس بتاعت الكرومبا من فوق، وبنزل بيها زي ما هي. ليه؟ عشان خاطر تتسلق معايا احسن من مطلعها. انت مش حابة كده براحتك. بنزل كده بالكرومباية وايه، وبطلع ورقة ورقة. طب لو عندك الحلة زي انا كده مش واخدة الكرومباية كلها، بطلع الورقة وبنزل الجزء اللي من فوق اللي مصلش المية المغلية، ومتاخدش دقيقة. ما تتأخريش على الورقة عشان خاطر ما تتهريش منك، تقعد حلوة كده وماسكة نفسيها. ايوه زي ما انتوا شايفين. انا عارفه ان كل ستات بيوتنا شاطره ويمكن اشطر مني بكتير في عمايل المحشي، بس بناتنا الحلوه اللي لسه داخله المطبخ وعرايسنا اللي لسه داخلين برضو المطبخ، هم دول اللي ايه بيتعلموا. جايز يشوفوا الفيديو يتعلموا حاجه منها يعملوها. فاحنا هنجيب كده الكرومبايه نطلع منها ورقه ورقه زي ما انتوا شايفين كده، وهنحطها في مصفى عشان تتصفى من الميه السخنه، وهكذا. يعني هتشيلي بالورقه وتحطي لغايه ما يعني الكرنباية كده تخف شوية، وهتروحي قلبها على الناحية التانية، وتبدأي بقى ايه تشيلي بالورقة على طول. ما فيهاش اي حاجة، ما تاخدش معاكي اي وقت، وانت ما تتأخريش عليها هي دقيقة واحدة عشان خاطر ما تتهريش منك.
بس اهو زي ما انتوا شايفين. طيب بعد ما بطلعها في المصفى بعمل ايه؟ بفتح عليها الميه البارده على طول، ما تسيبهاش من غير ميه بارده. طب انت لو سبتيها بميه بارده، بميه سخنه يعني ما حطيتيش عليها الميه البارده، هتتهري منك، هتقولي انا طلعتها مش مهريه الورقه ومظبوطه. ما انت سبتيها في المصفى حنت على بعضيها واتهرت. فانت لازم تحط عليها ميه بارده عشان خاطر تاخد صدمه وتوقف عمليه ايه؟ السوى زياده تاني. تيجي تقطعيها كده، ايه ده القرع متقطع وانا طلعتها مظبوطه. ماشي، ما انت حطيتيش عليها ميه بارده فعشان كده القرع اتقطع. فهنحط عليها ميه بارده ونسيبها تتصفى عشان خاطر ما تتهريش مننا وتطلع ورقه ورقه وتتلف معاكي زي الفل. تمام. مش عارفه حكايه تمام النهارده، ما علينا. هنيجي بقى ايه للوصفه التانية. هنجيب معايا بصلايه، قطايه او اتنين، هنحط معاهم برتقانية، نحط معاهم معلقة توم، ملح وفلفل وكمون، ومعلقة بهارات فراخ، ومعلقة بهارات شوي. ماشي ماشي، ومعلقة صغيرة سكر. وهنضرب ده كله فين؟ في الكبة. ضربناهم كده وحضرناهم. وهنجيب معانا البطة الأمورة العسولة دي، شايفينها؟ دي أخت البطة اللي عملناها في الفيديو اللي قبل كده. بس ايه، سبحان الله، تحس ان هما متفقين مع بعض، مفيش واحدة تزيد عن التانية عشان ما يزعلوش من بعض. طبعا احنا هنعمل بطة محشية بالفريك، محشية ومشوية، محشية ومشوية، محشية ومشوية. احنا طبعا عملنا قبل كده الفريك، فانا ما حبيتش اعمله تاني واطول عليكم. فجبنا ايه الفريك، حشيناها. الفريك هتعملي هتنقعيه حوالي ساعة او ساعتين، وتصفيه، تحطي له معلقة سمنة بلدي، وتحطي له ملح وفلفل، وتشوحيه على النار. بس كده، ولا مية ولا اي حاجة. تحطي له بصلة مفرومة الاول، يعني تحطي بصلة مفرومة الاول، وبعد كده تشوحيها، تنزلي بيها على الفريك، وتروحي حاطة عليها ايه ملح وفلفل. بس كده، وتروحي ايه حاشية بيها اي حاجة، فراخ، بطة، حمام، اللي انت عايزاه. احنا حطينا بقى التتبيله على البطه، وسيبنا حوالي معلقتين في التتبيله. هنعمل بيهم ايه؟ هنعمل بيهم شويه الخضار اللي انتوا شايفينهم. احنا هنعمل شويه بطاطس وشويه كوسه، بس هنسيبهم محملين. يعني ايه؟ يعني الواحده كبيره شويه عشان ما تتهريش مع البطه. طيب اللي موجود عندك في التلاجة حطيه، خضار مثلا بطاطس، كوسة، شوية بسلة، جزراية، اللي موجود عندك. انا موجود عندي بطاطس وكوسة، حطيت بطاطس وكوسة. وكده كده انا ايه، ولادي بيحبوا البطاطس والكوسة. هاجي احط عليهم التتبيلة واحطهم افرشهم من تحت، واحط عليهم البطة. يعني احنا حشيناها وهنسويها وما نريحهاش، ده حتى يبقى حرام. احنا هنعمل لها سرير حلو بايه، بشوية الخضار اللي احنا حطيناهم، وهنحطها في كيس حريري، وهنقفل عليها. سيبيها ساعة ساعتين، عايزة تسويها على طول يعني على حسب الوقت اللي انت ايه فاضية فيه. هنركنها كده لغاية ما نبدأ نعمل في العجن. هنركنها، وبعد كده لما تسخن الفرن هنحطها على الشبكة اللي ايه اللي قبل الأخيرة. طيب لو انت استوت معاكي وما خدتش لون البطة بعد ما تستوي، هتعملي ايه؟ هتفتحي الكيس وهتفتحي الشواية على نار هادية، بحيث تاخد معاكي لون حلو كده، مش لون غامق. ما تعليشي ايه الشواية عليها، لا انت فرنك بتحمر كده كده، هتحمر ايه في الكيس الحراري لوحدها، ما بتحمرش. شغلي عليها زي ما قلتلك الشواية على نار هادية، وافتحي الكيس الحراري، هتاخد لون وتطلعيها بعد ما تستوي. هنيجي هنجيب الكرنباية، هنقطع الورق بتاعها. انا بشيل العصاية بتاعتي ايه بتاعت الورقة، وبقطعها زي ما انتوا شفتوا رول. وبعد كده ايه بقطعها زي ما انتوا شايفين كده، بقطعها كلها وبظبطها، وبعد كده ببدأ احشي. والله انت عايزة تاخديها ورقة بورقة وتحشي براحتك، مش عايزة برضو ايه براحتك، زي ما انا بعمل كده اعملي. هاجي بقى هجيب ايه الصلصة، خلاص اتسبكت، وهنزل عليها بكيلو ونص رز. وانا ايه مهديه النار. انا خلاص حطيت الخضره، طفيت النار. اول ما تحط الخضره على الرز والصلصه تطفي النار. حطيت عليها توابلها، بابريكا، شويه ملح، شويه شطه، شويه فلفل اسود، وبس كده، وشويه كزبره. هقلب كله مع بعضه، واحضر احلى خلطه هتعجبك وهتاكليها للمحشي. احلى حاجه في المحشي انك تعملي الخلطه كده لونها احمر وحلو، هيعجبك. طبعا انا بعد ما حضرت الحاجه جبتها ايه فرشت فرشه في الصاله، وحطيتها كده على رواقه،
وايه، وفضلت قدام التلفزيون اتفرج على التلفزيون واحشي ايه المحشي. ما هو انت بصي تعملي اكل على رواقه هتطلعي احلى اكل. جربي كده تدخلي بمزاج المطبخ هتطلعي وتبدعي فيه احلى اكلات. جربي كده تدخلي متعصبه من جوزك ولا من ولادك ولا من اي حد هيضايقك، هتطلعي احلى اكل. بس ايه، زي ما انتوا عارفين من الناحيه التانية. هنيجي بقى ايه، هنبدأ نلف الكرنب. انا بحب الفه كده على الصينية على طبق، ما بحبش الف على ايدي. والله انت بتحبي تلفيه على ايدك تمام زي الفل، ما بتحبيش وعايزة تلفيه على صينية زي هتفردي كده وهتحطي حبة ايه الرز. بصي انا ولا بقفلها من ناحيتي ولا من ناحيتي ولا بضغط عليها بايدي ولا اي حاجة، بلفها زي ما انتوا شايفين كده بس، وبحط على طول في الحل. ما بعملش اي حاجة تاني في لف الكرنب، وبرصها كده زي ما انتوا شايفين، طبقة 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 طبقة. ده ايه رص المحشي معايا سهل ومفهوش اي حاجة، بالذات للبنات المبتدئة تقولك لا محشي، لا بالنسبة لها حاجة صعبة كبيرة. على فكرة المحشي سهل جدا مفهوش اي صعوبة. نيجي بقى جت بنتي طبعا اهو تساعدني فيه، تحشي معايا الفلفل انا ايه ارص. طبعا الفلفل البدنجان احنا بنرصه ايه وهو واقف على جنبه. هتحط الكوسه على جنب، الفلفل والبدنجان وكله ايه على جنب، يعني كله مع بعضه، البدنجان مع بعضه، الفلفل مع بعضه، الكوسه مع بعضيها. طب افرض انت رصيتي الحله وفي فض منك، حطيه من فوق. طب ايه ده من فوق؟ طب هيعجن من تحت والمن فوق مش هيستوي. هيستوي من تحت وهيستوي من فوق، وعلى مسؤوليتي، وهتشوفيه في اخر الفيديو طالع ازاي احلى محشي تاكليه. بصوا اللي فاض مني بحطه ايه من فوق. انا مسرعه الفيديو يا جماعه عشان ايه ما اطولش عليكم جامد. كده خلصنا ايه المحشي من ايه الفلفل ومحشي الكرنب. هنيجي نعمل ايه، هنجيب حله فيها ميه مغليه، هنزل ببصلايه وقطايه وشويه توابل شوربه، حبه فلفل اسود، حبه ملح، مكعب مرقه يدي غلوه، وقرن فلفل. هنزل بقى ايه بالفراخ، هسلق الفراخ. بعد ما هسلقها طبعا هسيبها ايه على ايه الناحيه التانية خلاص تستوي مع نفسها على نار هاديه. خلاص بعد ما استوت هزيد بها ايه حبة صلصة اللي احنا سبناهم من المحشي. حبة الصلصة اللي احنا سبناهم من المحشي دول هنزود عليهم الشوربة. طيب ليه؟ عشان خاطر يديكي اللون والطعم للمحشي. حكاية جربيها كده. الناس اللي بره بتبيع المحشي في الاسواق بتبيعه لونه احمر. في ناس تقولك ايه اشمعنى لون المحشي اللي بره ده بيبقى احمر وطعمه حلو عن اللي في البيت؟ عشان خاطر اللي في البيت بتحطله شوربة بس او معلقة بسيطة صلصة مع الشوربة. لا جربي تخلي معلقتين كده 3 صلصة من تسبيكة المحشي، وزودي عليها الشوربة او مية لو ما عندكيش شوربة، وزيدي بها بقى المحشي، واتفرجي بقى وكلي محشي وقولي ايه ما اكلتش قبل كده محشي. ماشي ماشي، ما قلناش تمام اهو. بعد كده ايه هزود المحشي وايه وارج الحله اهزها، يعني عشان خاطر ايه الشوربه تنزل في ايه من تحت في الحله. يعني قولي فين في الحله، في ارضيه الحله. ركزوا معايا يا جماعه حد يساعدني. ما علينا، هتركيها كده اهو عشان خاطر ايه الشوربه تنزل في ارضيه الحله، عشان خاطر الشوربه تنزل في ارضيه الحله عشان خاطر المحشي يستوي من تحت ما يشطش منك، ومن فوق يفضل لسه ايه ناشف مع يعني ني مش مستوي. لكن كده كله هيستوي مع بعض. هاجي هعمل تتبيله حلوه، بس بصوا التتبيله حكايه للفراخ هتعجبكم جدا التتبيله دي. لو انتي من النوع اللي عندك وهم وبتخافي تعملي الفراخ المقرمشه وتخافي لا تكون من جوه فيها دم، اعملي التتبيله دي. بيضتين معاهم معلقه كاتشب، معاهم معلقه صوص باربيكيو، اللي موجود عندك مش موجود باربيكيو خلاص حطي كاتشب، معاهم كيسين فيجيتار، ومعاهم ايه يعني اللي عندك معلقتين لبن، عندك معلقتين شوربه ميه. انا كان جنبي حبه شوربه حطيت ايه معلقتين شوربه. وهتنزلي بقى بالفراخ اللي احنا سلقناها. طبعا دي مستويه مش هتاخد غير لون وقرمشه ولون كده ذهبي محمر تحفه كده هتعجبك جدا.
بعد ما هتتبليها هنحطها في التلاجة حوالي نص ساعة الاول، وبعد كده هنحمرها في الزيت. يعني الناس اللي بتقلق من الفراخ اللي هي مش مستوية انها تعملها فيجيتار، جربي تعملي التتبيلة دي للفراخ اللي هي مستوية وهتشوفي. بعد كده هنجيب حلة وهنحط فيها حبة زيت حلوين كده، عشان خاطر ايه، خلاص هنحمر الفراخ. احنا حطيناها في التلاجة حوالي نص ساعة، وهنبدأ نحمرها بقى. شوية زيت بس يكونوا حلوين كده، تبدأي تحمريها وهنطلعها من الزيت على طول على التقديم. بصي فراخ تحفة. لو انت مش فاضية عندك شغل، او مثلا بتروحي مع اولادك الدروس وجاية في يوم مش متأخرة ومش فاضية، اعملي الوصفة دي هتعجبك ومش هتاخد معاكي نص ساعة. تسويها كده وتحمريها، تعملي حبة ملوخية جنبيها او حبة رز وحبة سلطة، وجبة متكاملة زي الفل. هنيجي بقى ايه ساعة الحسم، هنغرف المحشي. شايفين من على النار على طول. عايزة اوريكم الحلة، بصوا فيهاش اي حاجة من تحت، وادي المحشي صباع صباع، لا اتفك ولا حصل له حاجة، ومع ذلك انا لا ضغطت عليه ولا قفلته في الجناب ولا حاجة بد. انا بلفه وبرصه بس في الحلة. بعد كده طلعنا، شايفين لون الفلفل والبدنجان ده بسبب ايه؟ بسبب التسبيكة اللي احنا سيبنا منها وحطينا عليها الشوربة، بس كنا مكترينها شوية، تدي لون حكاية. طبعا لو وصلت لغاية هنا وما حطيتيش لايك، اتمنى تكوني ايه تحط لايك. انزلي بقى حط لايك، عشان انا عارفاك انت ما حطيتيش لايك خالص. لو اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وان شاء الله هتعجبك القناة بتاعتنا. بصوا شايفين لون الفراخ عامل ازاي؟ عملنا جنبها بامية، شوية مخلل، والف هنا للي كل. انا عايزه اقول لكم ان الاكل ده مش طبعا يوم، احنا كلناه على يومين، بس انا ضحكت عليهم. يلا هوريكم، بصوا الفلفل عامل ازاي، تحفه من جوه. ولا المحشي والفراخ والبطه طبعا استوت، والخضار اللي تحتها شايفين. انا عايزه اوريكم ان هو مقرمش من بره ازاي، بس من جوه بصوا مستوي زي الفل، لان احنا سلقناه. والبطه مستويه في الكيس زي الفل واخده اللون بتاعها، والخضار اللي تحت البطه تاكليه قبل البطه. يا رب يكون عجبكم الفيديو، واشوفكم على خير، مع السلامه.